في مدينة صنعاء القديمة، حيث البيوت متلاصقة والطرقات ضيقة، ولدت طفلة صغيرة اسمها نجود. كانت تحب المدرسة وتجلس بالساعات تكتب أحلامها الصغيرة: أن تصبح معلمة، أن تشتري حقيبة جديدة، وأن تلعب مع صديقاتها في الشارع. لكن في لحظة واحدة تغير كل شيء. والدها أخبرها أن نصيبها قد جاء، وأنها ستتزوج رجلا لا تعرفه. لم تكن قد أكملت عامها العاشر بعد. لم تفهم ما معنى الزواج، فقط رأت دموع أمها الصامتة وابتسامة والدها التي تخفي الكثير. في يوم الزفاف ارتدت فستانا أبيض أكبر من جسدها النحيل. لم تكن تدرك أنها تزف إلى حياة أقسى مما تحتمل. في بيت زوجها عاشت طفولة مكسورة. كان الرجل قاسيا، يرفع صوته عليها ويعاملها كأنها امرأة كبيرة، بينما هي مجرد طفلة تخاف من الظلام. ليال طويلة قضتها نجود تبكي، تسأل نفسها: لماذا خطفت طفولتي؟ لماذا أنا؟ لكن قلبها الصغير حمل شجاعة لم يتوقعها أحد. في صباح مشمس قررت الهرب. خرجت من بيت زوجها بخطوات مترددة، وسارت وحدها حتى وصلت إلى المحكمة. هناك وقفت أمام القاضي وقالت بصوت مرتجف: أريد الطلاق. كانت كلماتها صادمة. طفلة في العاشرة تطلب حريتها من زواج لم تفهم معناه. وبعد أيام من المعاناة حكم القاضي بطلاقها. أصبحت نجود رمزا عالميا للشجاعة. قصتها نشرت في كتاب ترجم إلى لغات كثيرة بعنوان أنا نجود، عمري 10 سنوات ومطلقة. وهكذا، رغم أن طفولتها سرقت، إلا أنها أعادت كتابة مصيرها وأرسلت رسالة للعالم كله: إن الطفولة حق لا يجب أن يباع أو يسرق.